اللهم حق لهم يتمنوا من الدنيا والآخرة أكرم الأكرمين. اللهم أمن عليها بكل خير يا رب العالمين. اللهم احفظها من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن الآن في دولة تنزانيا، وسنكون في هذا اليوم الطيب المبارك الخميس 7/3/2024 بذبح خروف صدقة بالإطعام عن رندا البحيري حفظه الله. اللهم احفظ رندا البحيري بحفظك الكريم. اللهم اكرمها بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اكرمها بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لها في رزقها وبارك لها في عمرها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لها في رزقها وبارك لها في عمرها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها صالحة مصلحة أينما حلت وأينما كانت يا رب العالمين. اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك يا أكرم الأكرمين. اللهم البسها لباس الستر والصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها مستورة محفوظة من كل بلاء ومن كل مرض يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلها مستورة محفوظة من كل بلاء ومن كل مرض يا أكرم الأكرمين. اللهم متعها بالصحة والعافية أبدا ما حيت يا أرحم الراحمين. اللهم حق لهم يتمنوا من الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم أمن عليها بكل خير يا رب العالمين. اللهم احفظها من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء رب العالمين. اللهم ارزقها فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا أكرم الأكرمين. اللهم صب عليها الخير صبا صبا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لها بركات من السماء والأرض يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقها فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقها البركة في الصحة والمال والأهل يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بيتها بيت هداية ونور وبركة يا أكرم الأكرمين. واجعلها يا رب وأهل بيتها جميعا من السعداء في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. ارجع ورا 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 اهو. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل؟ يا لهوي يا الله. مرابو مرابو. Mtaumiza watoto bwana, nini mnafanya? بيعملوا ايه؟ ولا شوفوا الرجول بتاع المواشي، الرجول بتاع الخرفان اترمت، شوفوا هجموا عليها جوم. والله العظيم انهم في غاية الفقر والحاجة. يعني هم اللمة دي كلها كانت على شوية رجول زي دي. ها. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اطعم من اطعمهم واسق من سقاهم يا رب العالمين. ناس عندهم الخروف اللي بنذبحه وبنوزعه بدل ما كان ب 1800 جنيه من قريب بقى ب 2200 جنيه بس. طيب هل يعقل ان خروف كامل ب 2000 وشويه؟ انا برضو معرفش بعد زياده الاسعار ممكن يوصل لكام، بس هو فعلا انا عن نفسي انا جبته ب 2000 وشويه. مين الناس دول وازاي بيبيعوا الخروف او الاضحيه بالسعر الخطير ده؟ تعالوا اقول لكم. الناس دي ناس محترمه جدا في كذا بلد منهم تنزانيا، وانا شخصيا شفت زمايلي وصحابي زي مثلا مي عبد الرحمن، شفت حد انا بثق فيه جدا وبثق في كل فيديوهاته سيد نافع، شفت كذا حد من الناس انا بحبهم وبتابعهم على السوشيال ميديا ذبحوا معاهم قبل كده، وكمان في اللي سافر لحد هناك عشان يطمن ويشوف الشعوب الفقيره دي في افريقيا. فانا من ناحيه الثقه بصراحه انا واثقه فيهم، وزمايلي واصحابي والناس القريبين واللي اعرفهم في كذا حد منهم راح لهم. في حد بيكون عايز يضحي، في حد بيكون عايز يعمل عقيقة لابنه، في حد بيكون عايز يذبح لولاده بنية الرزق، بنية الشفاء، بنية حاجات كتير قوي، وبيكون مش عارف او بيكون الحالة مش متيسرة معاه ان هو يذبح هنا او يذبح مثلا في حتة غالية شوية اللحمة فيها غالية. ساعتها وبالفتوى اللي فتاها المفتي بتاعنا يقدر يذبح لأي شعب فقير، ويقدر يذبح في أي مكان فيه فقراء، ويقدر يوزع على أي غلابة وأي محتاجين، خصوصا لو حالته ما تسمحش ان هو يذبح بالاسعار اللي موجوده في المكان اللي هو فيه دلوقتي. ولو عايزين نسيب لكم لينك الفتوى هسيبه لكم في الكومنتات. طيب ليه الاسعار ما غليتش او ليه هم ارخص من عندنا بكتير قوي؟ اولا لان البلاد دي عندها ثروه حيوانيه
كبيرة جدا. عندهم من الحيوانات دي كتير قوي، فما عندهمش مشكلة في الأسعار. تاني حاجة ان ما بيحتاجوش علف للحيوانات دي، لان هم عندهم خضرة وعندهم اكل الحيوانات في البرية او في الاماكن في المفتوحة كتير جدا. فالحيوانات مش بتحتاج هناك انها تتعلف، او مش بيحتاجوا يشتروا لها اكل، فبتكبر لوحدها وبتتكاثر ففي اوريدي ثروة حيوانية كبيرة جدا. وطبعا طبقا للشرع الذبيحة بتتذبح بعد عمر معين اللي بيكون مسموح ان هي تتذبح فيه. الناس دي بقى بيعملوا حاجة لطيفة جدا زي ما انا وريتكم في الفيديو اللي هو اتبعت لي بعد ما ذبحت معاهم. الناس دي بعد ما اولا وهم بيذبحوا لك الاضحية بتاعتك بيبقوا كاتبين على ورقة واقفين قدام الاضحية بيقولوا دي اضحية فلان، تمام. والناس اللي هيتوزع لها اللي هم الفقراء اللي هيتوزع عليهم اللحمة بيكونوا مستنين وبيدعوا لك وبيدعوا لعيالك وبيدعوا بنية الحاجة اللي انت بعت عشان تذبح عشانها، تمام. بيأمنوا الناس الغلابة وكل الناس اللي موجودين وكل اللي ربنا بيسر وبيكون واقف وقاعد وموجود في الأماكن دي بيأمن على الدعاء وبيدعي والكلام ده كله. بعدها بعد ما بيدعوا بيعملوا ورقة تانية وبيكتبوا فيها ان ده اطعام الفقراء لذبيحة كذا او لذبيحة فلان او لذبيحة بتاعت التاريخ الفلاني. وبيبتدوا فعلا يفرقوا قدام الكاميرا وقدام الناس علشان يبعتوا لك الفيديو عشان لكي يطمئن قلبك، يعني عشان تبقى عارف ان حاجتك اتوزعت في الاماكن الصح. والبلاد دي فيها فقراء كتير قوي قوي قوي. بصوا منظر الاكل بسم الله ما شاء الله والناس يعني بجد الواحد حس انه عمل حاجة جميلة. ومش لازم نبقى واقفين على الذبيحة ومش لازم نبقى واقفين شايفين اللي بيحصل ومش لازم طبعا كويس ان انت تتعب نفسك وتبقى واقف وبتعمل الحاجة بايدك، ده اكيد. بس برضو في ناس تانية فقراء جدا 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 محتاجيننا في كل الاماكن في العالم عموما. والله انا ما بحبش افرق ما بين مكان ومكان ودولة ودولة، المهم ان الفقير يقدر ياكل وخلاص. وبجد انا عايزة اشكر الناس الجميلة اللي بتعمل كده سخاء، وهحط لكم اللينك بتاعهم في اول كومنت وهحط لكم منشن ليهم علشان اللي عايز يتواصل معاهم او يعرف الطريقة اللي هم بيتعاملوا بيها يخش طبعا يسألهم. وهم بصراحة يعني بيجاوبوا بما يرضي الله، والناس اسعارهم هايلة. يعني بجد تقدروا تعملوا كل اللي انتوا تتمنوه، يعني تقدروا تأكلوا ناس وكتير وتقدروا تذبحوا كل شوية وتقدروا تعملوا حاجات كتير قوي ليهم لو انتوا نفسكم تساعدوا فقراء ومحتاجين زي دول. عايزه اقول لكم ان كمان الحلو ان احنا مش بس ذبحنا، لا ده الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر اللهم تقبل يا رب العالمين. ذبحنا وعملنا موائد اكل وطبخنا، وكمان في الاخر زي ما انتم شايفين بيوزعوا حلوى عليهم. يعني الجميل في اليوم ان هو يوم متكامل حصل فيه زي ما انتم شايفين حاجات كتير، الناس كتير فرحت. عايزة اشكر جدا كل حد ساعدنا ان ده يحصل وان اليوم ده يتم. عايزة اشكر الوسيط اللي كان ما بيننا وما بين اجمل ناس، الناس اللي تستحق سخاء. عايزة اشكرهم جدا جدا جدا، متشكرة. كان يوم جميل وفرحانة بيكم قوي قوي قوي.